النهارده هنتكلم عن حاجه حلوه قوي هتعجبكم. احنا جايين النهارده هنتعلم ازاي نعمل موشن جرافيك، حتى لو انت ما عندكش خلفيه يعني ايه موشن جرافيك اصلا. زي كده بالظبط انا ما اعرفش يعني ايه موشن جرافيك وعملت فيديو موشن جرافيك. ركز معايا كويس في الخطوات اللي انا عاملها لان هي لذيذه جدا وفي نفس الوقت سهله، بس عشان ما تسقطش منهم حاجه بحيث ان الفيديو يطلع بيرفكت ومظبوط. طبعا انت بقى مدرس، انت طالب، انت مهما كان كلنا بنحتاج الموشن جرافيك. ده انت ممكن تستخدمه انك تستخدمه وتطلع منه فلوس يعني على فكره. ومبدئيا كده عشان احنا هنستخدم كلود ديزاين، وكلود ديزاين ده في البرو، هو مش متاح اصلا في المجان. حلو. وهستخدم كاب كات، كاب كات اللي هو البرو برضه. حلو. وعلى فكره في صفحات كتير بتعمل البرو، يعني كل اللي في الفيديو ده بفلوس. حلو. نركز كده مع بعض. هنيجي نبص، هنفتح كاب كات زي ما انت شايف كده، ادي كاب كات. خلاص. هندخل الفيديو اهو، بدأ يجي لي. طبعا هو جيب صورته اهو زي ما انت شايف. حلو. اول حاجه بعملها، ركز معايا، شايف انت فوق هنا عندك اللي هي كابشن، اللي هي هنا دي. هنضغط على الكابشن. تمام. وبتبدا انت تحدد اللغه، طبعا لغه الفيديو احنا بنتكلم بالعربي. خلاص. وهنعمل جنريت. خلاص. ونستنى لحد ما يخلص الترانسكريبشن بتاع الفيديو. طب هو خلص الترانسكريبشن زي ما انت شايف. بتبقى دي الايه الترانسكريبشن اللي باينه. طبعا هو ده الكلام، احنا مالناش علاقه بيه خالص. حلو. ولا هننسقه بقى ولا هنعمل له حاجه. تعالى معايا هنا، هتلاقي في عندك حاجه فوق اللي هي الاكسبورت. خلاص. هنضغط عليها هنا بالمنظر ده. لما بيجي يجي لك بيقول لك في اوبشن هنا الفيديو، وهتنزل تحت في اوبشن هنا الاوديو، وفي اوبشن هنا الكابشن. طبعا احنا مش عايزين نخرج الفيلم البتاع ده فيديو خالص، ولا احنا عايزين نخرجه اوديو، بس مش هنخرجه دلوقتي. هنيجي لنقطه الكابشن. لما تيجي لنقطه الكابشن هتختار الاس ار تي. اس ار تي دوت، عارفين السبتايتل اللي بيبقى على الفيلم من تحت او اي فيديو من تحت؟ طبعا هو الاس ار تي ده بيجي بناء على عدد الثواني والارقام اللي هي موجوده في الفيديو. حلو. هنعمل له اكسبورت زي ما انت شايف كده. خلاص. هو بدا ينزله. حلو. انا مش عارف انزله فين. هنفتح الفولدر كده هنلاقيه هو نزله في الداونلود زي ما انت شايف. خلاص. طيب هنيجي بقى على كلود، هنفتح كلود زي ما انت شايف بالمنظر ده. تحت هتلاقي في عندك كلود ديزاين هنا. خلاص. هنضغط على كلود ديزاين. تمام. قبل ما نروح لكلود ديزاين هنرجع تاني على الاكسبورت اوبشن، على الكاب كات. هنرجع هنشيل الكابشن ونشيل الفيديو وهنخليه اوديو. انا عايزه ينزل بصيغه الاوديو برضو على فكره. خلاص. وهنعمل له اكسبورت. تمام. كده انا خرجت الاس ار تي، اس ار تي اللي هو الفيديو اللي فيه الكابشن، وفي نفس الوقت نزلت الصوت. نرجع بقى للكلود ديزاين. زي ما انت شايف هو بيجي لك هنا بالمنظر ده. حلو. ده طبعا لو احنا عايزين نعمل سلايد دوكيومنتيشن 3 دي ريزمي اليو اي. طبعا عندك عايز تعمل مش عارف ايه هنا، لو انت هتعمل اتش تي ام ال، وفي نفس الوقت دي لو انت هتعمل البراند بتاعك او تعمل الالوان بتاعته والحاجه بتاعته. احنا كل اللي يهمنا عندنا هنا دي اللي هي الانيميشن. هنضغط على الانيميشن. خلاص. انا كده ظبطتها. هنمسح بقى طبعا ده. هنيجي هنا هنعمل اتاش فايل زي ما انت شايف، وهنبدا نرفع من الداونلود الاس ار تي والاوديو. حلو. الاثنين مع بعض. وهنكتب هنا بقى، نستنى. طبعا هو رفع الاثنين اهو. حلو. هو عندي هنا ده وان مور. هنيجي نقول له بقى بالعربي خالص كده، هنقول له انا عايز اعمل فيديو موشن جرافيك، وانت عندك ملف اس ار تي اند اوديو ام بي 3. طبعا هو بيخرج في صيغه الام بي 3. حلو الكلام. عايز الفونت يبقى بخط 8. حلو الكلام. لو انت عايز فونت معين اعرفه له. والوان زاهيه جدا متناسقه. ويكون الفيديو افقي بمقاس تيك توك، بحيث ان هو يطلع مظبوط كده. تمام. وهنقول له اوكي. طبعا هو هيبدا يجنريت معاك، بس بشرط هو لازم يبدا يسالك شويه اسئله عشان يبقى فاهم هو ماشي ازاي. تمام. هو خلاص بدا يعمل اهو يقرا الكلام اللي انا قلته، وهيبدا يقرا الاس ار تي فايل، وهيبدا يقرا
الايه، الاوديو. طبعا احنا عاملين اس ار تي بحيث ان هو يبدا ينسق الصوت مع الكلام عشان الكلام ما يسبقش الصوت، وفي نفس الوقت يبقى عارف كل ثانيه وكل دقيقه في الفيديو ايه اللي اتقال فيها. احنا بنسهل عليه الموضوع ده، عباره عن انبوت خلاص لازم يبقى كويس. طيب هو بدا يقول لي، هو عايز يسالني اسئله سريعه. حلو الكلام. طيب هو بدأ يقول لي الفيديو هنعمله أفقي. هو لسه بقى هيحط الأسئلة، يعني هي لسه ما ظهرتليش بس هنشوف الأسئلة مع بعض. احنا عايزينه رأسي اللي هو التيك توك زي ما أنا طلبت. طيب خط الثمانية هو عايزه طيب هرفع ملف الخط ولا يستخدم الكسندريا خط بديل قريب، ولا عندك استخدم يعني عشان ايه يا عم استخدم خط قريب بدل ما نيجي نرفع. طيب انت عايز الستايل موشن يبقى تيبوجرافيك كلمات بتتحرك على الخلفيات ولون صريح، ولا اشكال زائد نص بلوكات ودوائر وخطوط بتتحرك، ولا مشاهد رمزيه لوحه بدروم فيراري بدون مش عارف ايه. والله احنا شايف ان احنا نخليه يا عم حط لي كله. حلو. طيب هو بيقول لي هنا كلمه كلمه، ولا النص يبقى كلمه، ولا نعمل هايلايت على كل كلمه، ولا سطر بيتبنى كلمه كلمه، ولا سطر. تمام. الصوت يبقى داخل الفيديو المصدر، هقول له نعم. يعني انت عايز تركبه بنفسك ركبه، احنا هنقول له نعم ونقول له سند انسر. هو هيبدا ياخد الانسر ويبدا ايه يجاوب على الحاجه بتاعتنا ويظبطها. هنشوف الاجابه هتطلع شكلها عامل ازاي. طيب هو كده خلص الفيديو. تمام هنيجي نبص عليه سوا كده. ديفلوبر شاطر، داتا اناليسيس شاطر، محامي شاطر، سيلز شاطر، ديزاينر شاطر. بتتجنن لما بتلاقي حد نص كم وخبرته ما تجيش ربع خبرتك بس بياخد اضعاف سعرك والعملاء بتجري وراه. على فكره عايز اقول لكم حاجه، انت ممكن تغير الكالرز من هنا. حلو الكلام. وفي نفس الوقت الفونت نفسه ممكن تكبره او تصغره زي ما انت شايف كده هنا معايا من الحجم. نكمل كده مع بعض. وانت قاعد في مكانك محدش بيحس بيك، تزعل وتيجي تقول ده السوق ظالم. جميل الصراحه. لو انت جيت هنا في عندك هنعمل شير زي ما انت شايف كده فوق من هنا بالمنظر ده. حلو الكلام. وبتنزل بتلاقي عندك انك تعمل له اكسبورت كفيديو. تمام. احنا هنعمل له داونلود اهو. حلو. طبعا انت مثلا تختار السايز اللي انت عايزه، احنا هنختار السايز ده. هنقول له اكسبورت. طبعا انت عايز بقى الاعلى الجوده اعلى مفيش مشكله. طبعا انت عايز تحط صور تضيفها عليه اديله صور. يعني انت كل ما انت محتاج حاجه معينه عندك باليت باتل بتاع الالوان بتاعتك موجوده ابعتها له. الفونت بتاعك موجود اعمل له ابديت للفونت. عندك صور عايز تحطها في الموشن جرافيك حطها في الموشن جرافيك مفيش مشكله. يعني انت ممكن تعمله بمليون ستايل. ده على فكره انا ما اخترتش اي حاجه، انا كل اللي قلته له خد الفايل ده والفايل ده واعمل لي موشن جرافيك. ولا اكثر ولا اقل، ولا اديته الوان ولا اديته صور ولا اديته اي حاجه وطلعه لي بالمنظر ده. يعني انت لو اديته تفاصيل اكتر صدقني هيطلع لك فيديو ملوش حل. تمام. هو دلوقتي هنعمل له اكسبورت ونبص عليه سوا. طيب احنا عملنا اكسبورت للفيديو زي ما انت شايف هو خلص عندنا اهو. ده الفيديو الاصلي. انت ديفلوبر شاطر، داتا اناليسيس شاطر، محامي شاطر، سيلز شاطر، ديزاينر شاطر. بتتجنن لما بتلاقي محدش بيحس بيك، خبط على بابنا. الحقيقي في البيزنس هو هندسه السمعه. بيعمل ايه؟ انا هدفع له اللي هو عايزه اقبض ايه في اللابتوب بتاعك. موهبتك من غير تسويق زي العربيه الفيراري اللي من حلو. غير بنزين. كده احنا شفنا الفيديو الاصلي. تمام. انا ممكن احمل لكم الفيديو الموشن دلوقتي اهو. حلو. هنشيل ده دلوقتي خالص اهو ولا كأن كان في حاجه. وهننزل الفيديو الموشن شغله. خلاص احنا شفنا الفيديو الاصلي. تعالوا بقى نشوف الفيديو الموشن جرافيك بتاعنا اهو. انت ديفلوبر شاطر، داتا اناليسيس شاطر، محامي شاطر، سيلز شاطر، ديزاينر شاطر. بتتجنن لما بتلاقي حد نص كم وخبرته ما تجيش ربع خبرتك بس بياخد اضعاف سعرك والعملاء بتجري وراه بالاسم. وانت قاعد في مكانك محدش بيحس بيك، تزعل وتيجي جامد تقول على ده فكره السوق ظالم جامد والله. والناس بتحب اللي بيعمل شو. بس الحقيقه ان السوق مش ظالم، السوق ببساطه ما بيشوفش في الضلمه. احنا اتربينا على خرافه فاكرين اننا لو قفلنا على نفسنا واشتغلنا ليل ونهار وطلعنا شغل بيرفكت العملاء هتشم على ظهر ايديها وتيجي تخبط على بابنا. والنتيجه اننا سيبنا الساحه للهواه اللي صوتهم عالي ويسرقوا العملاء ويحرقوا الاسعار ويتصدروا المشهد. الناس فاهمه البيرسونال براندنج غلط جدا. فاكرينه انك تطلع تعمل فيديوهات ترند او تبقى انا شايف انفلونسر ان هو تبيع ياخد كلام تنميه بشريه 10. تتصور ببدله وتكتب كابشن عميق. البيرسونال براندنج انا شايف ان هو ياخد 10 من 10. كل ده على فكره ببرومت خفيف، احنا ما توغلناش في الموضوع. انت طبعا عايز تزود الليله دي انت هتزودها براحتك. انا شايف الموضوع مفيد جدا. ويا ريت نعمل شير عشان غيرنا يستفاد. انا بتعب عشان اعمل الفيديو ده والله. شير عشان غيرنا يستفاد وكلنا نتعلم. انا شايف ان الموضوع سهل جدا.
وبسيط. هي القصة كلّها إنّك لازم تبقى طبعًا مشترك في كروت، وتبقى عندك CapCut Pro. طبعًا CapCut ده أنت بقى عايز تعمل بقى الsound effect بقى وتحط حاجات كده وتعمل music وتخلّي الفيديو أشيك. الموضوع ده أسهل بكتير خلاص يعني، طالما معاك أنت الmain video فالموضوع بالنسبة لك بقى بسيط. التوفيق ليكم دايمًا يا رب، إن شاء الله.